الايفون بيش بالتخمين مخمن الايفون؟ انت هسه بيش تشتري ايفون؟ هذا ايفونك ايش مشتري؟ انا قديم، انت شايل 17 انا 16 هديه شايل ما مشتريته. زين الايفون مو بين ال 1200 و 1300 دولار؟ 1300 دولار. بيش تخمينه تتصور؟ بيش 100 دولار. فايش تدفع عليه انت قمرق؟ يعني شنو ايفون؟ يعني ايفون يدخل للعراق بالفاتوره 100 دولار ويقبله القمرق يقبله لان تعرفه ما عندك نظام الكتروني. الان من صار الاسكودا هذا اللي الاتمته بعد ماكو، كله يفوت الكترونيا وفق التخمين ولو وفق الفاتوره. فانت هو جاء محسوب ب 100 دولار، ايش قد ضريبته؟ 10 دولار. الان التخمين صار مالته 800 دولار، ايش قد صارت ضريبته؟ 10% 80 دولار. المواطن هنا ما راح يختلف عليه، الجشع اللي دا يخسر التاجر. التاجر انت رابح بالايفون بكل الاحوال، هو بيش تجيبه؟ اذا تجيبه انت ب 800 انت هم رابح ب 400 دولار. اذا دفعت 80 من عندها قمرق ظليت انت رابح 300 دولار، ما خسرت. فكانت الفواتير تكتب، تزور الفواتير بارقام بسيطه. الان التخمين صارت لجنه من خارج وزاره الماليه قامت، اذا ماكو ضريبه جديده ماكو رسم جديد، قامت الحاويات كلها تقمرق، مو تقمرق وحده وتسعه يطبن ما متقمرق.